هلا هلا، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا اشتاقيت لكم من ذاك الفيديو لهذا الفيديو. واليوم راح نسوي كبة مثل ما تشوفون. هاي الكبة تخبل تجنن، كبار صغار يحبوها. دائما نروح للمطاعم حتى ناكلها بأسهل طريقة. اليوم جبت لكم اياها. مثل ما تشوفون عندنا جريش، 4 أكواب جريش. نضيف عليها البهارات مثل ما تشوفوها شنية. هاي تعطي كلش نكهة قوية وطيبة، يعني افضل انه تخلوها، يعني من تسوونها لازم تخلون هاي البهارات كلش طيبة. كركم على مود اللون والطعم. طبعا لا تكثرون لان يصير مر. اني خليت شوي، نص خاشوقة اقل. الملح طبعا. هسه راح اضيف المي، كوبين مي. 4 أكواب جريش، كوبين مي. واحركهن واعوفهن. راح اضيف الكوب الثاني من المي. مثل ما تشوفون اخذت كوبين فقط. هاي هنا احنا نظل نخلط بيها حتى شنو المي كله يتلابس وياه، بس ما نعجنه، بس هيك نسوي. هنا ضفت الشحم، ما اخلي زيت، بس الشحم على مود يعطي نكهة للشوربة. ولا تخلون هواي لين تصير هواي دهينة. هسه انا ما خليته هواية، بس شوية وصارت دهينة. اول شي نحمس الشحم يعني. بعد شلون ذبل وذا الدهن. شنو تحبون اكلات قولولي. هنا راح اضيف طماطة وفلفل وبصل ونبصرة. ها طبعا للشوربة. ونحمسهم حمسة خفيفة. ضفت هنا بس كركم، اي بهارات ما ضايفة لسه. نحمسهم حمستين 3. اضيف المعجون هنا، الملح والمعجون. مثل ما حمسنا المعجون هيجي. راح اضيف المي. كاستين مي بس، مو هواي تخلون. وخلوها تستوي تفور. شنو تحبون اكلات قولولي. اقترحوا عليا. هسه هنا عندي 1.5 كيلو من اللحم. وش كم شحمة حطيت، ما حطيت ادهن طبعا، رستن تشويحة. ما راح اضيف له اي شي.
مثل ما تشوفون اللحم انقلبه بدون دهن. اني خالة ويا اللحم شحمتين هيجي 3، يعني قطعة كلش صغار. بعد شلون ذب الدهن ماله والمي. انا نسيت اقول لكم الدهن اللي راح ينزله راح اضيفه للشوربة. اللحم اللي راح ينزل الدهن اضيفه للشوربة. طبعا ما صورتها هاي اللقطة. هنا ضفت البصل. طبعا اتمنى من الكل تشترك بالقناة وتشيرون القناة وتضيفون اصدقائكم واحبابكم وتكبر القناة بيكم يا ربي، ونصير عائلة وحدة، عائلة كبيرة. واقترحوا علي، كتبولي بالتعليقات. اكو تعليقات طبعا تستفزني واعوفها اتجاهلها، تحاول تسقط من عندي. طبعا هنا ضفت الملح والكركم فقط. واظل اقلب بيهن حتى يروح طعم الكركم والمرورة مالته. راح اضيف هسه الكرفس طبعا، يعني بعد ما احمسه شوية اضيف الكرفس. هنا راح اضيف الكرفس. الكيلو ونص من اللحم اخذ من عندي باقة كاملة مال كرفس. ولا ترموها ناعم كلش لانه راح ينمرد وراح يذب مي هواي. هنا عندنا نص طماطية صغيرونة كلش. هذه لمن طفيت الطباخ خليتها طبعا تتطعم، وشايفتها بأكثر المطاعم يخلوها. طبعا صدق تطعم هاي أول مرة أجربها أني، بس صدق تطعم. جربوها انتو همينة وكتبولي بالتعليقات بعد ما تجربونها. هنا راح نبدي نعجن الجريش. طبعا باعوا شلون صار، ما ضفت له أي مي ثاني عدا الكوبين، ما ضفت أي شي. باعوا شلون صارت عجينة متماسكة. شلون ما تريدون تشكلوها تتشكل. شوفوا ايش قد حلوة. شلون ما تشكلوها، شلون ما تسووها، شلون ما تردوها تصير. يعني اللي يعانون من هاي الفقرة باعوا شلون تنعجن. عجينة متماسكة كلش حلوة. تركته أنا تقريبا ساعة هيجي صار. هسه راح أبدي أحشي الكبة وتشوفونها. باعوا شلون تنفرد كلش حلوة. راح أحشيها قدامكم. طبعا أحشي وحدة أكمل البقية وأرجع لكم. سأشوف شلون راح أشوفكم شكلها. باعوها أكمل البقية وأرجع أشوفكم إياها. هاي هنا كملت أني صينيتين. هاي الثانية وكبار، حجمها كلش كبير، وزاد من عندي حشو هواي. وعاد قد زاد من عندي. هذا راح نسويه إن شاء الله بفيديو ثاني. كبة تمن اللي هي كبة حلب. هاي هنا راح أسقطهن كليتهن وعشان صارت دهينة. هاي ضفت الدهن مال اللحم. شوفوا شلون صارت دهينة كلش.
هنا أول ما ضافتها أرجع أقلبها هيجي خفيف حتى لا تلزق بالجدر، وبعدين أغطيها. هاي هنا بعد ما استوت شوفها شلون طافت، كليتها صعدت لي فوق لأنه استوت. شوفوها شلون حلوة. شوفوا اللون مالها شلون يجنن، شلون الشهي يعني، شلون طيبة. واو. هسه راح ابدي اصبها طبعا. واو هيش قد حلوة، كلش حلوة. جربوها والله تخبل تخبل تخبل، على ضمانتي جربوها، وبالمكونات اللي قلت لكم اياها. ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتشيرونها للأصدقاء وللأحباب. عائلتنا تكبر وتكبر إن شاء الله بيكم. سهمكم العافية يا ربي. مع السلامة.